كالمعتاد نتحدث في أهم المواضيع التي يتحدث فيها الناس، واليوم راح نحكي عن موضوع الإنفلونزا وأهمية الوقاية، وأيضا كل هذه الأحاديث اللي عم بتصير يمكن بالوضع الطبيعي لما بيكون في هناك أمطار واختلاف في درجات الحرارة وحالة الطقس، خلينا نحكي شتاء وخريف وربيع، يعني تقلب درجات الحرارة بيكون في هناك أكيد حالة أيضا من عدم الاضطرار الجوي وانفلونزا وغيرها. اليوم بسعدنا بهذا الصباح يكون معنا الضيف العقيدي الطبيب زياد وطايني، مستشار الطب الوقائي والأوبئة. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. ويعني سعيدين أن نتحدث في هذا الموضوع قد ما بيجينا استفسارات وأسئلة أيضا، حتى من لما حكينا في البداية عن هذا الموضوع في كثير من الاستفسارات والأسئلة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وصباح الوطن الجميل والله يعطيك العافية. أهلا بك. يعني موضوع الأوبئة الآن، موضوع الإنفلونزا هي موضوع السؤال بنحكي يوميا وبسألونا كثير عنه يوميا. لا شك أنه الوباء دائما موجود. احنا عبر التاريخ، يعني عبر التاريخ لا استثناء في الأوبئة، صحيح. لا استثناء في المرض. يعني احنا نذكر الانفلونزا الإسبانية، الإيبولا، سارز، كوفيد 19، فبالتالي هو موجود. يعني كل ما زاد تفاعل الإنسان مع الحياة البرية كل ما زادت انتشار الأمراض. يعني يمكن دكتور وأنت عضو باللجنة الوطنية الاستشارية للأوبئة، فيعني أنتم على علم ودراية بكل التفاصيل اللي عم تصير، وإحنا عم نشوف وعم نسمع ناس بحكي لك هاي المرة الفيروس غير، وفي ناس بيحكوا لك إحنا عم بتطول معنا أسبوع واثنين وثلاثة. ممكن هيك ناخذ فكرة عن الموضوع؟ أكيد. هلا الانفلونزا هي تعتبر فاشية، يعني هي من الأمراض المتوقعة والمتكررة في المجتمع. الآن تختلف حسب طبيعة شدة المرض. الآن السنة هاي عندنا إحنا البارز أكثر، يعني نوع من الانفلونزا H3N2 إحنا متابعينه من خلال أنظمة الرصد في الخدمات الطبية الملكية والمراكز الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة. أنا يوميا بتجينا نتائج أنظمة الرصد الموجودة عندنا في الخدمات أو في وزارة الصحة، بنتابعها باستمرار. لا تغير على الفيروس أبدا، يعني نكون صريحين بدون تهويل يعني، لكن شدة المرضى مختلفة، لكن هو الفيروس زي ما هو ما اختلف علينا شيء. شو عم بيصير؟ ما احنا أخذنا مطاعيم وحالتنا حالة، وحتى الناس اللي عم تاخذ مطاعيم الإنفلونزا بتيجيهم أخف بس، ولكن موجود. هو موجود الفيروس. الإنفلونزا الموسمية اللي هي الموجودة الآن حكينا هي شوي شديدة، لكن هي نفس السيكونسز، التسلسل تاعها ما فيش شيء مختلف عليها. نوع من ممكن تكون ضعف المناعة عند الناس الأكثر اختطار، الأكثر عرضة للمرض، اللي عندهم ضعف مناعة ممكن هاي تأثر عليهم. صحيح. طيب دكتور، يمكن احنا بنقول انه الوقاية دائما خير من قطار علاج، لكن حتى إذا لا سمح الله حدا صاب هناك في طرق علاج، في هناك علاج معين، في هناك أيضا خلينا نحكي أسلوب وسلوك حياة يومية بتقدر تتعامل معه من خلال المشروبات الساخنة، من خلال مثلا أكل وأطعمة معينة حتى تخفف الأعراض، وإن شاء الله يا رب بالسلامة دائما نقول للجميع. أكيد. أكيد. الدكتور، اليوم عندما نتحدث عن موضوع الأوبئة بشكل عام، وأنت خبير ولك بصماتك في هذا المجال، ويمكن سمعنا كثير من يقول هناك أوبئة قادمة، ممكن يكون في أوبئة جاي، لكن اليوم هل العالم مستعد؟ هل العالم لديه القدرة على التعاطي مع أي وباء جديد؟ يعني حاب هيك بشكل عام نحكي بخلاصة عن هذا الموضوع. أكيد. سؤال احنا بتوجه لنا دائما. هلا الوباء موجود دائما، يعني عبر التاريخ موجود زي ما حكينا، لكن هل العالم مستعد للوباء؟ هو السؤال دائما عند علماء الأوبئة مش هل راح يكون في عندنا وباء، هو راح يكون في وباء موجود، لكن متى؟ احنا متى هذا بيحدده طبيعة، في عوامل بتأثر عليه. يعني من هاي العوامل اللي هي التغير المناخي، سرعة التنقل، العولمة. يعني احنا بنلاحظ الآن سرعة انتقال الأمراض مباشرة بين القارات خلال ساعات، خلال دقائق ممكن. أيضا زيادة النمو السكاني، الاكتظاظ السكاني، هجرة الناس من القرى إلى المدن، وبالتالي بصير في
تربة خصبة لانتشار الفيروسات. بالإضافة إلى الآن إحنا صراحة سرعة تطور الفيروسات وتمحورها، يعني الآن إحنا اللي بنخاف منه دائما إنه قاعدة الأحداث الزمنية قاعدة بتسرع تطور هاي الفيروس، تتحور. الخوف نفس الفيروس الموجود عندنا يتحور دائما، مش فيروس جديد نتعامل معه، لا الفيروس الموجود بتحور، بكون أصعب في التعامل معه. يعني احنا بنحكي سرعة والتكنولوجيا والعصر، حتى الفيروسات صارت سريعة بالتمحور. لا شك. طيب إذا بدنا نحكي دكتور الآن كجاهزية بالأردن في حال أصبح هناك أي نوع وباء في العالم، كيف جاهزيتنا وقدرتنا على استيعاب أي نوع من الفيروسات أو الوباء أو تفشي الوباء؟ الحمد لله بكورونا كانت يعني الحمد لله كانت قصة نجاح بالسيطرة على الأوبئة في ذلك الوقت. احنا شفنا الصعوبات والتحديات اللي صارت في كورونا، حولناها لفرص الصراحة، من خلال التدريب، من خلال التمارين، السيناريوهات اللي عملناها. حدثنا أنشطة الرصد، برامج للرصد بطريقة علمية مبتكرة. تواصلنا مع المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية ووزارة الصحة، وكنا في تبادل تنسيق وشفافية بالمعلومات أكثر. صح. فالآن نظام الرصد في الخدمات الطبية الملكية أو في وزارة الصحة يتابع يوميا وبشكل دقيق، وهاي المعلومات بنبادلها أيضا مع المؤسسات الصحية العالمية، هم بيعطونا هاي المعلومات كمان. فبالتالي تعزيز الوعي الصحي، التطعيم له أهمية كبيرة في خفض نسبة المرضى أو العدوى في المجتمع الأردني. صحيح. ايضا اليوم يعني يمكن لما بدنا نحكي انه يمكن انت دكتور حكيت انه الوباء موجود ودائما بيكون في وباء، لكن يمكن حتى السؤال بدي ارجع اعيد لك اياه بطريقه انه هل العالم مستعد للتعامل مع اي وباء جديد؟ يعني من خبراتنا من كورونا من غيرها، انا بحكي عن ملف الطب بشكل عام، عن باقي الخدمات اللوجستيه اللي تقدم في هذا الموضوع، يعني انت من خلال متابعتك ومشاهدتك شو رايك بهذا الموضوع؟ الصراحة سؤالك يحتمل الشقين، إيجابي وسلبي. هل العالم مستعد؟ العالم الآن طور أنظمة الرصد، في تطوير لأنظمة الرصد للمعلومات الصحية، هاي واحد. الشغلة الثانية الآن الإشي العظيم في الموضوع هذا هي سرعة إنتاج اللقاحات. وأنا من الناس في الطب الوقائي، كلنا في الأوبئة بنحب اللقاحات، الناس بجوز بتحبها، لكن إحنا بنشوف اللقاحات إشي عظيم، اكتشاف عظيم. الآن زمان كانت اللقاحات تقعد يعني بدها سنوات يقدروا يكتشفوا هاي اللقاحات أو يصنعوها ويصنعوها. الآن خلال سنة سنتين بتكون للاستخدام الطارئ، معلش مش مشكلة، لكن بتنقذ أرواح كثير. الآن الشق السلبي بالموضوع، الآن إذا في استعداد، يعني العالم في بكون تفاوت بين الدول، وهذا بيأثر أكيد على الدول الثانية، تفاوت الاستعداد بين الدول. أيضا ضعف الوعي المجتمعي أو الثقة المجتمعية بإداء الحكومات أو بإداء المؤسسات الصحية، في ضعف من الثقة المجتمعية. أيضا انتشار المعلومات المضللة أحيانا عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق غير المختصين في هذا المجال، وبالتالي هذا يؤثر على طبيعة الاستعداد عالميا أو في الأردن. دكتور إذا بدنا نعطي هيك رسالة لكل اللي عم بتابعنا، للمواطنين اليوم، إيش ممكن نحكي لهم؟ الرسالة أول إشي، إحنا الهدف لا نعيش رعب دائما، بل علينا دائما الاستعداد. الصراحة دائما خلينا نكون مستعدين. أيضا إذا بدنا دائما يمكن احتواء أي وباء إذا تعلمنا من الماضي، هذه مهمة، من أخطاء الماضي. إذا بدنا نعيش المستقبل بدنا نتعلم من أخطاء الماضي. أيضا الوقاية والوعي، يعني أقل كلفة وأقل كلفة من الخسائر والإغلاق والموت لا سمح الله. ممتاز. يعني يمكن حتى ايام كورونا اصبح في مثلا عاده الكمامه، عاده الوقايه، انه تكون محتاط انت حتى في التجمعات تبعد عنها. اليوم يمكن في ناس ما زال يتابع هذا الموضوع، حتى اثناء السفر للمطار بتشوف ناس كثير لابسه كمامات. نعم. في اماكن ازدحامات بتشوف ناس كثير لابسه كمامات، فهذا يعني شيء ايجابي، لا يعني انه مثلا في وباء، لكن هو وقايه، هي حمايه. يعني قديش مهم مثل هذه الاشياء ايضا لحمايه الاشخاص والمجتمعات. نعم، الوعي الصحي
كثير. الآن إحنا دائما نقول ما قبل كورونا وما بعد كورونا، أعطتنا تجارب صحيح. تعلمنا منها للمستقبل، تعلمنا الوعي المجتمعي، الوعي الصحي، هذا أثر كبير بشكل كبير على المجتمع الصحي في الأردن. احنا بنشكرك كل الشكر دكتور زياد بطاينة، يعطيكم ألف عافية، وسعيدين دائما بهذا التواصل والشفافية بينكم وبين المواطنين. كل الشكر. كل الشكر والتقدير دائما، يعطيكم ألف عافية. شكرا. يا هلا ومرحبا بك.